الاول الان في الخرطوم بتدور كميه في الفتره اللي فاتت كميه بتاعت اعتقالات كثيره جدا بتستهدف كل الناس اللي هم بيرفضوا السلوك بتاع حكومه المؤتمر الوطني. وفي ذهني انه في فتره من الفترات في بدايه التسعينات كانت في اتهامات كثيره بتدور بما فيهم الاستاذ نافع علي نافع الجالس على المنصه بانه هو احد الذين اشرفوا على تعذيب كثير من السودانيين بما فيهم اساتذه الجامعات لارائهم السياسيه، وهو الذي كان يقود بيوت الاشباح في تلك الفتره. الان مرت 20 عاما على تلك الفتره، 21 عام، ونحن الان مقبلين على جمهوريه جديده ملامحها بدات تظهر في الاعتقالات، بدات تظهر في ضرب جنوب كردفان، بدات تظهر في استخدام سلاح الدوله تجاه مواطنينا. هل الدكتور نافع علي نافع والدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وممثلي الحكومه السودانيه لديهم استعداد لان يتحاوروا مع المجتمع السوداني وان يجلس كل السودانيين مع بعض وان يحاسب كل من اجرم في حق الشعب السوداني، ام انكم تريدون مره اخرى ان تعيدون هذه السيره من جديد؟ سؤالي للدكتور نافع علي نافع، كيف تنظر لنفسك مع اتهامات الدكتور فاروق محمد ابراهيم بالتعذيب؟ خالد قال انه الاتفاق صار خلاف الكنترول الوطني، نعم، لكن انا اعتقد انه الحوار الموضوع الان سميته خلاف موضوعي، والخلاف الموضوعي لا يشتغل القضيه الحديديه جدا في الكنترول الوطني، يعني القضيه التي تقوم على الاسس يختلف ويتحاور ويغلب فيها ما يراه صح دون اعتبار لشخص او جماعه او كذا، لانه مصلحه الوطن ومصلحه الفكره ومصلحه المشروع عندنا اكبر من اي حاجه. انا لا ارى في ذلك الحرج ولا ارى في حاجه ان يخطا احد او يصوب اخر او هكذا، يعني ليس بهذا هي على الصحه وعلى مواقف مبدئيه منها قضايا فيها شيء من الجهل. اما الاخ خالد هذا اعتقد قال الامريكان قالوا في الحكومه تعالى الاختلاف، الامريكان برضه يقولوا هذا في 21 سنه السابقه وسوف يقولونه ويفرح به اخرون ويرددونه، ولكن تحقيق امانيهم وامانياتهم ان شاء الله. الله لا يشفي لوحدتنا الصف صفنا حاجه، ولا عندنا حزب يرجع على افراد ذهبوا او جلسوا، ذا حزب واسع لا ليس لفضل لاحد من نفسه فضل، يمكن يذهب اشياء ويقتل حزب ان شاء الله على اكثر عافيه واقوى واشد نظام. ولا عامل الذي يتحدث عن عمار مع المعتقلات التي تصدر المعارضين، كم هو عدد المعتقلين الان؟ المعتقلين 28 من ابناء دارفور بين الطلبه. الان متابع في حاله بتاعت معتقلين محاكمين في محاكم، لكن عشان ما نجلس هذا ضد لا وخلينا نقول 28 معتقلين في بريطانيا، كم معتقلين في غواتيمالا، وكم معتقلين في السجون السريه في المحلات التي تحتوي على بدون ما نحسب ابناء كجبار، بدون ما نحسب ابناء دارفور، بدون ما نحسب ابناء 28 رمضان. القتلتوهم اللي توفوا لا ما معتقلين، حتى نتكلم عن المعتقلين مش نتكلم عن المعتقلين. لا ليه ما جيت ب 28 رمضان قتلكم منو؟ ما قتلناكم عادل؟ هذا زول من وثقتنا حدثنا خدنا نزل معلش نحن داير احوالنا، حتى داير اقلاع رجال وانقلاب مفتوح